رونالدو عمر ما جاله رباط صليبي، كان بيمثل والصور دي كلها فيك. طب هو كده اعتزل بدري ليه؟ النهارده انا وانت هنعرف حقيقه الاصابات التاريخيه لاشهر رقم 9 في الملاعب البرازيليه والعالم، رونالدو. رياضيين كتير النهارده بيتصابوا نفس اصابه رونالدو، لكن ما بيعتزلوش زي ما هو اعتزل، اسابيع شهور وبيرجعوا تاني يلعبوا عادي. طب ليه رونالدو اعتزل بسبب؟ هم لعيبه البرازيل معروفين ان هم بيحبوا الدلع وبيعتزلوا فجاه والاسباب غريبه، لكن هل رونالدو كان واحد من الحالات دي؟ لما تقرا تاريخ رونالدو الطبي هتكتشف انه بيتصاب من وهو عنده 20 سنه، عمل 3 عمليات مع 3 فرق، ايندهوفن والانتر واي سي ميلان، كل مره بتكرر اصابته من جديد. طبعا في بدايه الفيديو انا قلت انها مش اصابه في الرباط الصليبي، تبقى ايه؟ اوزجود شلاترز ديزيز، اللي هي مشكله في الرباط الرطفي او رباط صابونه الركبه، وهنا بيعاني المصاب من التهابات في الوتر وزوايد عظميه، والمرض ده بيجي للاطفال في فتره النمو اللي هي من 12 ل 16 سنه كده يعني. متخيل ان نجم كبير زي رونالدو كان بيلعب وبيقدم الاداء ده وهو بيتعالج من ايه؟ بس ثانيه واحده، ما انا قلت برضو ان اصابته رياضيين كتير بيتعالجوا منها وبيكملوا عادي، هو بقى ما كملش ليه؟ انا هنا بقى جاي اشهد شهاده حق. المشكله ما كانتش في رونالدو، المشكله كانت في زمن رونالدو. زمان ما كانش فيه امكانيات متطوره زي دلوقتي تعالج الاصابه بشكل صحيح. لو اصابه رونالدو كانت النهارده الطب يقدر يعالجها بشكل جذري، بنعمل تنظيف للوتر وتقويه بخطاطيف عشان نضمن ان الاصابه ما تتكررش تاني. للاسف التقنيات دي ما كانتش موجوده زمان، بس خلي بالك العمليه دي مش لازمه لكل الحالات. لو عندك نفس المشكله او تعرف حد عنده نفس المشكله بس الحاله اخف شويه ممكن ما نحتاجش العمليه. هنبدا بتاهيل وتمارين وانشطه من سن صغير وتدخلات دوائيه معينه وحركات او تمارين معينه نبعد عنها، وهنراقب سوا وهنقرر مع تطور الحاله ايه الخطوه اللي جايه. ودمت دايما في حركه وصحه.